السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة البازل السياسي، أرجو من السادة المشاهدين المشتركين في القناة إن هم يشيروا الفيديو ويدوسوا لايك وسبسكرايب، وعلى السادة غير المشتركين إن هم يشتركوا في القناة. النهاردة هنتكلم على جامعة الدول العربية وعلى القوة العربية المشتركة اللي كانت مقترحة من الدولة المصرية. مش عارف ليه إحنا مصممين على إننا نمشي في الطريق الغلط. بداية، انا كنت شرحت في فيديوهات سابقة ان احنا ما احناش عرب، وان العرب هم الناس اللي يسكنوا شبه الجزيرة العربية واحنا في القارة الافريقية، وحتى عرقيا احنا ما احناش عرب، وان ابو العرب سيدنا اسماعيل، وسيدنا اسماعيل ابن ستنا هاجر المصرية. يعني العرب ينسبوا الينا ونحن لا ننتسب اليها. فمن غير المنطقي ان احنا نعمل حاجة اسمها جامعة الدول العربية واحنا مش عرب. يمكن في ناس كتير ما تعرفش ان اللي اسس جامعة الدول العربية هي كانت مصر وبعض الدول العربية، وكانت مصر هي المؤسس الرئيسي او الاساسي. كانت دعوة من مصطفى باشا النحاس، وتأسست جامعة الدول العربية سنة 1945 في مارس 45 على ما أتذكر. يعني جامعة الدول العربية كان الهدف في تأسيسها إن هي تبقى بالبلدي كده منتدى للدول العربية، لأن من مبادئ جامعة الدول العربية إن هي قرارات جامعة الدول العربية دي غير ملزمة لأعضائها إلا للعضو اللي يلتزم بنفسه أو يضع على نفسه التزام بتحقيق القرار ده أو بتنفيذ القرار. يعني مجلس شورى، يعني منتدى نطلع ننفذ فيه عن بعض بالكلام، وقراراتها غير ملزمة. وأكبر دليل على كده إن جامعة الدول العربية من ساعة ما أنشئت من سنة 1945 مفيش قرار واحد قدرت جامعة الدول العربية تنفذه، قرار واحد مفيد يعني قدرت جامعة الدول العربية تنفذه أو تتفق عليه، أو يتفق عليه الدول العربية جميعا، أو يبقى ملزم للدول العربية جميعا. فمن مفارقات القدر إن مصر غلطت الغلطة دي في العهد السابق، في العهد الملكي، وأنشأت جامعة الدول العربية. ومصر أصلا ما كانتش دولة عربية، حتى كان اسم مصر اسمها المملكة المصرية. ما كانش في قصة العربية دي، ما كانتش موجودة أصلا، لأن هي مصر طول عمرها مش عربية. ده هي ما بقتش عربية إلا بعد كده، بعد ثورة 23 يوليو. ما نضافش اسم العربية دي ليها إلا بعد ثورة 23 يوليو. إنما طول عمر مصر كانت الجمهورية المصرية أو المملكة المصرية، كانش في حاجة اسمها عربية. فجامعة الدول العربية هي ما بني على باطل فهو باطل. هو أصلا من البداية اسمها جامعة الدول العربية، وأنت ما أنتش عربي، منشئها مش عربي. وجامعة الدول العربية دي على ما أتصور إن الهدف بتاعها هو تشتيت الدول العربية الناشئة حديثا، وده كان بإيعاز أو بإيحاء غربي، لأن الغرب كمان سبق تعملها عشان كده. لأن أنت جامعة الدول العربية دي طول ما هي قراراتها غير ملزمة، وفيها مشاكل حتى في هويتها. يعني الناس اللي جواها ما هماش عرب. هتلاقي الناس اللي جواها من شمال أفريقيا أفارقة، على عرب، على شوام، فهي مكون مش متجانس. وبعدين في نفس الوقت قراراتها غير ملزمة، فكانت وسيلة جميلة جدا من الاستعمار الغربي لتشتيت الانتباه والتنفيس عن الغضب الداخلي في داخل الدول العربية، بحيث ان الغضب ده ما يتحولش لقرار فاعل، فيفضل فيه اجتماعات وهمية كده تتعمل. القادة العرب يخشوا يزعقوا وينفسوا عن نفسهم فيها، منتدى حلو كده، نادي يعني. وفي النهاية مفيش أي خطر على الدول الغربية أو على الدول الاستعمارية الغربية
او الاستعمار حتى الجديد بعد ما انتهى الاستعمار القديم اللي هو الاستعمار على الارض بالجيوش وبالجنود والعساكر والسلاح. وابتدى الاستعمار يفكر باسلوب تاني، ان هو يستعمر الدول دي بس بطريقة تانية، بانه هو يستعمرها ثقافيا وفكريا واقتصاديا وبطرق كتير، من غير ما يحصل خسائر مادية عنده، في خسائر بشرية أو خسائر مادية في استعمار الدول دي. استعمار عسكري، لأن أثبت أن الاستعمار العسكري ليه فاتورة مادية وبشرية عالية جدا. الغرب كان ما زهق أو ما عادش قادر أن هو يتحملها، وبالذات بعد الحرب العالمية الثانية أو أثناء الحرب العالمية الثانية، فما عادش عنده الإمكانية إن هو يتحمل فاتورة بشرية أو فاتورة اقتصادية في استعمار الدول دي. فقال لك إحنا ممكن نستعمر الدول دي بطرق جديدة وحديثة بدون ما يبقى فيه تدخل عسكري على الأرض. وجامعة الدول العربية كانت بتشارك بدون ما طبعا العرب يعرفوا أو يفهموا. هي كانت بتشارك في الفكرة الغربية دي، اللي هو ان انا اخلي العرب ما يتفقوش. جامعة الدول العربية اتعملت علشان العرب ما يتفقوش، لان لو كانت جامعة الدول العربية اتعملت علشان تحقق تكامل عربي او اتفاق عربي، كانت تبقى قراراتها ملزمة. فمعنى ان قراراتها تبقى غير ملزمة، فهي كان مقصود بيها ان احنا نقعد ننفس، نطلع الغضب، سفنجة يعني تمتص الغضب، نطلع الغضب اللي جوانا، او نقول الكلام اللي احنا عاوزين نقوله، ونقول الشعارات اللي احنا عاوزين نقولها، وخلاص وهدينا والجو هدي خلاص، ما فيش مشكلة والسلام عليكم. فهي كانت زي سفنجة كده لامتصاص غضب الشعوب العربية وامتصاص غضب بعض حكام العرب والشمال الافريقيين، علشان خاطر ما ياخدوش قرارات فعلية مؤثرة. وبالنسبة للقوة العربية المشتركة اللي كانت مقترحة برضو من الدولة المصرية، فهي شبيهة بالموضوع ده، قريبة مش بعيدة قوي. فأنا كان عندي اقتراح وكان عندي فكرة من زمان، يعني يحصل إيه لو مصر لغت جامعة الدول العربية؟ أقوى دولة وأكبر دولة في جامعة الدول العربية، وهي الدولة المنشئة ليها والمؤسسة ليها هي دولة مصر. يحصل إيه لو مصر لغت جامعة الدول العربية اللي ما هي ملهاش أي تأثير اقتصادي ولا سياسي ولا عسكري على أرض الواقع؟ يعني مثلا لو بصينا على الحرب الإيرانية الأمريكية واللي اتضرب فيها الدول العربية، جامعة الدول العربية عملت إيه؟ دفعت عن العرب في إيه؟ ملهاش أي تأثير. وقبل كده وبعد كده وفي كل الحروب اللي حصلت على الدول العربية، كانت جامعة الدول العربية عملت إيه؟ تأثيرها كان إيه؟ تأثيرها كان صفر. فجامعة الدول العربية وجودها من عدمه ما هي غير مؤثرة أصلا. هي منظمة أو مؤسسة أو هيئة غير فاعلة، وجودها من عدمه حياتها وموتها سواسية، ما فيش، ملهاش أي معنى، وجودها ملوش معنى. فيجرى إيه لو ابتدت القيادة السياسية المصرية تفكر خارج الصندوق شوية، وابتدت تفكر إن ليه ما الغيش أنا جامعة الدول العربية الغير مؤثرة دي، واللي وجودها قائم على تمسك أكبر دولة في الجامعة دي بيها. وابتديت إن أنا أخرج بره النطاق اللي الغرب حاول يحصرني فيه، اللي هو العرب اللي هم غير مؤثرين، اللي هم ما عندهمش قوة. وخرجت بره النطاق ده وبقيت نطاق أكثر اتساعا، أكثر عالمية. يعني يحصل إيه لو أنا لغيت جامعة الدول العربية وعملت بديل لها جامعة الدول الإسلامية مثلا؟ يعني أنا النهاردة الدول العربية دي أو الجامعة دي بتضم مثلا يعني حاجة وعشرين دولة، مش متذكر الرقم دلوقتي يعني، الدول العربية والشمال الأفريقية. يحصل إيه لو أنا لغيت جامعة الدول العربية وعملت جامعة الدول الإسلامية مثلا؟ في الحالة دي أنا بعد ما كنت أسيطر أو بعمل شراكة أو بعمل اتحاد مع مجموعة دول تعدادها السكاني مثلا 300 مليون، وقوتها الاقتصادية ومساحتها الجغرافية مساحة مهما كانت كبيرة إلا إنها برضه هتبقى محدودة مقارنة بمساحة
جامعة الدول الإسلامية اللي بتضم أكتر من 2 مليار مسلم، ومساحات أراضي متواجدة في كل القارات، ومساحات شاسعة واقتصاد قوي. وفي الحالة دي أنت هتبقى أكبر قوة على وجه الكرة الأرضية. مفيش قوة أكبر منك. حتى الأمم المتحدة مش هتبقى قدك، أنت هتبقى أقوى من الأمم المتحدة، لأن أنت هتبقى حلف من دول عندها عقيدة واحدة ودين واحد وفكر واحد. ولو حصلت القصة دي وعملت انت اتحاد بين الدول الإسلامية، منظمة زي اليونايتد نيشن بس إسلامي، وبقى عندك قوة عسكرية وقراراتها قرارات ملزمة، وكانت مصر هي الدولة اللي بتدعو للاتحاد والاتحاد ده أو المنظمة دي، فأنت من خلال الفكرة دي أو من خلال القصة دي أنت بتتوج نفسك كخليفة خفي لمسلمين العالم. لأن أنت النهاردة هتبقى أنت القائد والرائد، وهتبقى في نفس الوقت المسيطر سياسيا أو عسكريا على الحلف ده، بحكم أن أنت أكبر دولة إسلامية موجودة. طبعا مش من ناحية السكان، من ناحية السكان أكبر دولة إسلامية هي أندونيسيا، بس من ناحية حاجات كتير، من ناحية السياسية، ومن من الناحية العسكرية، يعني وهتبقى أنت الراجل المؤسس ليها، فهتبقى أنت الراجل المتحكم في الهيئة دي أو المنظمة دي. وحتى لو ما كنتش المتحكم فيها، فالأفضل أن تبقى أنت تنشئ منظمة فاعلة ومؤثرة في العالم، بتحميك وبتحمي مسلمين العالم وبتحمي دول العالم الإسلامي، عن أنك تعمل منظمة غير فاعلة وتكون أنت رئيسها. يعني لو أنا النهاردة مصر عملت منظمة الوحدة الإسلامية أو جامعة الدول الإسلامية بدل العربية دي، فهيبقى جواها العرب وغير العرب والمسلمين. يعني هيبقى عندك القوة الاقتصادية اللي موجودة في الدول العربية، وهيبقى عندك القوة العسكرية اللي موجودة في مصر وفي بعض الدول الإسلامية اللي موجودة في العالم زي باكستان مثلا، والقوة النووية. وهيبقى عندك تكامل رهيب. انت قراراتك هتبقى قرارات ملزمة وتمشي حتى على الأمم المتحدة، ودول العالم كلها تخاف منك، لأن انت هتبقى أمم متحدة تانية. فانت هتبقى راجل فاعل، انت هتبقى اقوى من الولايات المتحدة الامريكية، واقوى من الصين، واقوى من روسيا، ولو حتى اتحدوا مع بعض. تعدادك السكاني وتوزعك الجغرافي، انت بكده حققت معادلة هم في حياتهم ما يقدروا يحققوها، اللي هو القوى الغربية. انت وجود دول اسلامية في جميع قارات العالم تقريبا، يعني ده بيحقق لك انتشار عسكري. يعني كأنك عامل قاعدة عسكرية في أماكن كتير في العالم، فأنت مسيطر. فأنت النهاردة لما يبقى عندك اتحاد زي كده، أو وحدة زي دي، مش شرط تكون وحدة بأنها يبقى لها رئيس واحد، بس هتبقى جامعة، هتبقى زي الأمم المتحدة كده، وتبقى قراراتها ملزمة على الدول الأعضاء فيها. فأنت كده حاربت الغرب، وقضيت على فكرة الغرب، وقضيت على خطط الغرب، وقضيت على حاجات كتير. وهتبقى أنت راجل فاعل ومؤثر في العالم، وهتعمل تكامل اقتصادي، وده هيفيدك اقتصاديا جدا وهيفيدك عسكريا جدا. لأن في دول مصنعة عسكريا، في دول عندها تكنولوجيات عسكرية، وهيبقى في تكامل عسكري بين الدول الإسلامية، ويبقى في تكامل اقتصادي بين الدول الإسلامية، هيبقى في تكامل سياسي بين الدول الإسلامية. فشيء جميل جدا، في حين ان جامعة الدول العربية ما بتحققلكش ده. يبقى جامعة الدول العربية وجودها من عدمه هي غير ذات جدوى اصلا. ده يعني انا مش شايف او مش فاهم فايدة جامعة الدول العربية لدولة مصر ايه، بخلاف ان اسميا جامعة الدول العربية اللي انشأتها مصر، واللي بيقودها في الغالب بيبقى على طول رجل مصري، رجل سياسة مصري. فأنا يعني بحاول أفكر وبحاول أطرح أطروحة زي دي على الحكومة المصرية، لعل وعسى إن هم يبتدوا يفكروا فيها، ولعل وعسى إن يكون
في تقبل فكرة زي كده، لأن فكرة زي دي في الوقت الحاضر اللي احنا بنعيشه هي هتبقى صمام أمان للدول العربية اللي طايحة فيها أمريكا وطايحة فيها إسرائيل والدول الإسلامية، وهتبقى غطاء وقفر ووسيلة دفاع فعالة جدا أمام المطامع الغربية والمطامع الصهيونية ومن خلفهم محركين العالم، لأن دول العرايس، إنما في تحت دول ناس تانية بتحركهم ولأهداف تانية، أهداف دينية وعقائدية. فأنت النهاردة لو عملت حاجة زي كده أنت دمرت المخططات الغربية والمخططات الصهيونية في إن الناس دي تسيطر على الدول العربية أو الإسلامية دولة دولة ورا بعض مفرطة. هو بيلعب اللعبة دي، يعني هو دلوقتي لما ضرب إيران هو بيضرب إيران مفردة، وبعد ما يخلص من إيران يخش على السعودية أو مصر مفردة، وبعدين تركيا مفردة، وبعدين باكستان مفردة. فهو بيستغل الفرقة اللي موجودة بين الدول الإسلامية في إنه بيمسك دولة دولة ويبتدي إن هو يضربها. لو كان يقدر إن هو يضرب الدول الإسلامية مجتمعة كان ضربهم. معنى إن هو بيضرب الدول الإسلامية دولة دولة منفردة، ده معناه ان هو ما عندوش القوة العسكرية ولا الاقتصادية ولا السياسية ان هو يقدر يهاجم الاسلام والمسلمين والدول الاسلامية اللي موجودة في المنطقة العربية او حتى في العالم، يهاجمهم في توقيت واحد. واكبر دليل على كده تعثره حتى في الحرب الايرانية. يعني دولة واحدة بس عندها قوة عسكرية شوية وعندها عقيدة شوية قدرت انها تحجر معاه، ولغاية دلوقتي هو تايه مش عارف. الغرب وامريكا تايهين مش عارفين يعملوا ايه، ازاي يخرجوا من الحرب اللي دخلوا فيها مع دولة واحدة اسمها ايران. ازاي دولة واحدة زي ايران ممكن ان هي تهدد الوجود الامريكي وممكن ان هي تهدد الوجود الصهيوني في المنطقة. فأرجو من السادة المتابعين، أنا مش عاوز أطول في الفيديو لأن يعني في ناس كتير كلمتني إن الفيديوهات أو الحلقات بتبقى طويلة شوية، وفي ناس بتحب إن هي يعني ما تطولش ما عندهاش الوقت إن هي تسمع فترة طويلة الحلقات بتاعتي. فأنا آسف جدا، بس هو غصب عني لأن الشروحات بالنسبة للحاجات دي بتبقى محتاجة تطويل شوية. فأنا على قد ما بقدر بحاول إن أنا أقصر في فترة أو مدة الحلقة، بس اعذروني، هو ده أقصى ما أقدر إن أنا أعمله، إن أنا أضغط المعلومة بحيث إنها توصل لك وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت كبير في الحلقة. فأشكركم وأتمنى أن حضراتكم تشيروا الفيديو ده علشان خاطر مجموعة من البشر كبير يعني أكتر تشوف، مش بس المصريين، ممكن كل المسلمين اللي موجودين على كوكب الأرض إن هم ياخدوا فكرة عن الموضوع ده ويبتدوا يفكروا في الحكاية دي. لعل وعسى حكومات الدول الإسلامية تفوق وتفهم وتبتدي إنها تفكر بالأسلوب ده، وتبتدي إنها تفكر إنها تبقى قوة عظمى تقدر تتحكم في العالم، وتقدر ان هي تصيره على مزاجها، مش تبقى تابعه للامم المتحده وتابعه لبعض الدول زي امريكا، الدول الغربيه، او اسرائيل او روسيا او الصين. بل بالعكس انت هتبقى قوه من القوى العظمى ومحرك للعالم. وطبعا بالطبيعي او بالتبعيه انت النهارده لو عملت حلف زي ده او عملت اتحاد زي ده او جامعه زي دي، فانت بالضروره هتخرج بره الحلف العالمي اللي هو اليونايتد نيشن، وهتبقى في حلف اسلامي، فانت هتبقى خاضع فقط لقرارات الحلف الاسلامي، وهيبقى الحلف العالمي ده هينهار، وهتبقى انت القوة الوحيدة اللي موجودة ومتفقة مع بعضها، لان انت الوحيد اللي موجود في العالم بالكيفية دي، بالاتحاد ده، بالصلابة دي. وبقيه الدول اللي موجوده في العالم جوه اليونايتد نيشن هي دول متناحره. فبالطبيعي لما ينفصل من اليونايتد نيشن او يطلع بره الاتحاد العالمي ده جزء كبير اللي هي الدول الاسلاميه بتعداد سكاني اكثر من 2.5 مليار، فده هيأثر على الاتحاد العالمي ده وهينهار وهيتفكك، وهتبقى انت الموجود والوحيد اللي موجود
في العالم كوحدة واحدة. أرجو من الإخوة المشاهدين إن هم يشيروا الفيديوهات ويدوسوا لايك وسبسكرايب ويعلقوا على الفيديوهات ويقولوا لي إن كان هم عايزين إن احنا نتكلم في المواضيع دي ولا لا، لأن أنا طلبت من الإخوة المشاهدين كتير إن احنا نبتدي نعلق وأعرف فكرة أو فكر الإخوة المشاهدين إيه في الحلقات اللي أنا بعملها بخلاف حلقات اللاجئين وخلاف اللاجئين، لأن موضوع اللاجئين ده جزء صغير من المشكلة اللي بتواجه مصر، إنما إحنا عندنا مشاكل كتير وفي رؤية سياسية لازم الناس كلها تعرفها وتفهمها، وعلشان خاطر الوعي يزيد ويعلى ونتقدم إن شاء الله ونبقى من الأمم الفاعلة على وجه كوكب الأرض. وشكرا جزيلا، وأرجو أن ما أكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.